السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخب مصر وفوز منتخب مصر على موريتانيا بهدف تريزيجيه ومحمد صلاح والاحتفال اللي خلاص بقى ماركة مسجلة عند محمد صلاح، الاحتفال الزملكاوي. محمد صلاح بيبعت لنا برقية، يعني بيقول لنا ألف مبروك على الصور الأفريقي بطريقة غير مباشرة، واللي يفهم يفهم. الحمد لله منتخب مصر قدر يكسب النهارده. المنتخب النهارده يعني مش افضل حاجه، منتخب مصر النهارده مش احسن حاجه. موريتانيا النهارده كانت منتخب قوي، يعني منتخب ند المنتخب مصر كان نازل مقفل مساحات ومضيق الملعب على لعيبه منتخب مصر. الشوط الاولاني ما عرفناش نخلق فرص حقيقيه للتهديف. الشوط التاني طلع عبد المنعم، نزل مصطفى محمد، برضه نفس النظام، كل كور طويلة مقطوعة يا اما اوفسايد. مش عارفين نوصل للمرمى، مش عارف يعني ماسكين كرة بس مش عارفين ايه نخلق فرص حقيقية للتهديف. لغاية لما يجي زيزو، عرضية من زيزو، طبعا ضربة ركنية ما بين مروان عطية وزيزو، وكرة يعني المدافع معرفش يطلعها بشكل كويس، نزلت قدام تريزيجيه قام مشمعها في المرمى، يعني نفخها ولبست وراحت. والهدف الاولاني، الهدف ده فتح مساحات في الملعب. طبعا طلع زيزو، نزل محمود صابر، مروان عطية بيعمل اسيست لمحمد حمدي بعد طبعا ما لما الملعب اتفتح. محمد حمدي على طول شاف محمد صلاح قام اداها له، محمد صلاح بكل اريحيه. والهدف الثاني طبعا، وبعد الهدف الثاني انا عامل لنا كده والف مبروك يا زملكاويه. خلاص الاحتفال بقى الاحتفال الرسمي لمحمد صلاح. طب خلصت المباراه 2-0 الحمد لله. ان شاء الله الاداء هيجي بعد كده واحده واحده مع حسام حسن باذن الله. حسام حسن افضل من غيره، افضل من مدربين اجانب كتير لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس. احنا مع مدربين اجانب ما كناش بنعرف نكسب لا موريتانيا ولا بتسوانا، وكان شكلنا بيبقى عره. لا مع حسام حسن الشكل اختلف، الشكل اختلف. فان شاء الله من تقدم لتقدم للمنتخب الفتره القادمه. نيجي بقى لنادي الزمالك، صاحب السوبر الافريقي والجمعه الثانيه بعد السوبر الافريقي وقضيه المنسي ولا ذبحه المنسي، سموها زي ما تسموها، المنسي اللي بيذبح ويشفي ماشي. الكابتن حسين لبيب بيقول ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. ايه الاهلاويه بقى؟ ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ازاي يقول كلمه زي دي؟ الاهلاويه اتجننوا. الكابتن حسين لبيب بيقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وما جابش سيره الاهلي، يقول حتى بعد الاهلي ولا مع الاهلي. لا ده ما جابش سيره الاهلي خالص. تلاقي بقى الجرح على ده على ده على ده، والاعلام كله مرهوش غير ان الزمالك، حسين لبيب بيقول ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. في جنان حصل، في تخلف حصل. ما هم بعد ماتش السوبر وهم هيتجننوا. خطفنا يعني خدنا منهم السوبر عن جدارة واستحقاق بعد النفخة الكدابة اللي اتنفخوها. الزمالك ماشي بخطى ثابتة لغاية دلوقتي. الزمالك بقى ان شاء الله مرشح بقوة للفوز بالسوبر المصري اللي جاي بإذن الله. طبعا الفرق كلها يعني عندها الحظوظ في الفوز في السوبر المصري. زمالك، اهلي، بيراميدز، سيراميكا. مش حد يقدر يقول مين اللي هيكسب ومين اللي هيوصل للنهائي. يعني كله يقول لك ايه، ان الزمالك يكسب بيراميدز والاهلي يكسب سيراميكا ويتقابلوا في النهائي. طب ما ممكن تحصل المفاجأة، المفاجأتين اللي محدش ممكن يتوقعهم ويتخيلهم من عند ربنا بقى، من عند ربنا. ودي تبقى حاجة جنونية. بدل ما الزمالك والاهلي يلعبوا على اللي ياخد السوبر، يلعبوا على التالت والرابع. تيجي ازاي؟ اقول لك، الزمالك لا قدر الله لا قدر الله ممكن بيراميدز يكسب،
ممكن. طبعا الماتش 50-50 ما بيننا وما بين بيراميدز، بيراميدز مش نادي صغير. وممكن تحصل المفاجأة والأعجوبة وسيراميكا يكسب الأهلي. يا لهوي يا لهوي على اليوم ده، يا خرابي على اليوم ده. بيبقى النهائي ما بين مين؟ بيراميدز وسيراميكا، والزمالك والأهلي بيلعبوا على الثالث والرابع. دي تبقى كارثة، دي هتبقى كارثة. يعني دي هتبقى ايه، ختام 2024. لا قدر الله لو ده حصل، بعد ما الناس كلها ممكن تقول ان ممكن يبقوا في النهائي، لا ده ممكن يلعبوا على الثالث والرابع، وتحصل المفاجأة والمعجزة، وبيراميدز وسيراميكا يلعبوا على اللي ياخد لقب السوبر. وتخيل الزمالك والاهلي يلعبوا الساعة 4 و5 بقى على الثالث والرابع. الشكل هيبقى عامل ازاي؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ يعني الزمالك هيلعب بيراميدز 4 و5، والاهلي هيلعب 8. حصل اللي انا بقول عليه ده، بعدها ب4 ايام يوم الخميس، يعني الحد بعدها الخميس، الزمالك والاهلي يلعبوا الساعة 4 و5 على الثالث والرابع. دي هتبقى ايه؟ ختمة 2024. نرجع للكابتن حسين لبيب. والكابتن حسين لبيب بيقول الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر. طبعا اخواتنا الاهلاوية اتشعوذوا واتجننوا واتهبلوا. طبعا هم من بعد ماتش السوبر وهم خلاص جالهم تخلف. زي انا بكلم واحد النهارده بقول لك ايه، النهارده الجمعة الثانية على قضية المنسي. شفت علاء مرسي في انا يا خالتي، لما كانوا بيقولوا اطلع من تحت بطاطه واطلع مش عارف ايه، وعمل عمل كده. هو ده اللي حصل لما قلت ان النهارده الجمعة التانية على قضية المنسي. تتعفرت صوته عالي. في ايه يا حبيبي؟ لو انت مش محروق كده قول لي يا عم حقكم يا عم، الف مبروك، انتوا كنتوا الاحسن، انتوا كنتوا الافضل. لا، يقول لي ايه؟ انتوا كسبتوا ضربات الجزاء. طب هي ضربات الجزاء دي ما كانتش من ضمن الماتش يعني مثلا؟ انت لما كسبت الرجاء من سنتين كسبتها بايه؟ في الملعب ولا كسبتها في ضربات الجزاء بعد ما كنت مغلوب؟ نفس سيناريو الماتش. لا، يقول لك انت كسبت ايه؟ ما دام انت جامد قوي كده ما كسبتليش في الملعب ليه؟ يقول لي اصل انا لما ابقى جامد بحط عليك وبعمل عليك سكور. كل ماتش ليه ظروف. انت مش كنت جامد قبل الماتش؟ والاعلام كله عمال ينفخ في الاهلي والاهلي والاهلي وما يروحش والكره في العارضه ومش هجيب. طب انا كسبتك وحطيت عليك. ده اتجنن ازاي وصوته عالي؟ طب ايه ده؟ طيب ايه ده؟ في ايه ده؟ في سوبر جاي لسه يعني. ايه ده بس؟ ده انا مرضيش اقول له لا، يعني لا قلت له الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. الصوت عالي اكتر. حسين لبيب بيقول ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. بأمارة ايه بقى؟ بأمارة البطولات. انتوا واخدين كام دوري؟ انتوا واخدين كام افريقيا؟ واحنا واخدين كام افريقيا؟ نفس الكلام كل الاهلاويه حافظينه. انت واخد كام دوري؟ 14. انا 44. انت واخد كام افريقيا؟ 5. وبقالك 20 سنه ولا 22 سنه ما خدتهاش. انا لسه السنه دي واخدها ال 12 ولسه بفكر في ال 13. عندك سوبر افريقي كام؟ بتاع 5 وانا عندي 8. كاس مصر اللي انسحبت منه ومش هلعب السنه الجايه، والاتحاد الافريقي كان عايز يعرض ويغير اللائحه عشان اشارك، وانا قلت لهم لا ما تتعبوش نفسكم. عندي منه كتير 38 وانا عندي كام 28 او 29 مش فاكر 28. يا حبيبي انا بنافس ريال مدريد. انت ايه؟ برضه انا خدت منك السوبر الافريقي واديتك على عينك بعد ما الاعلام كان نفخ. اقول لك على حاجه، انا اكبر قلعه رياضيه في مصر. انت بتقول ايه؟ يعني إيه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ لا مش في مصر بس، وفي افريقيا. بتجنن اكتر. وانا بحب الحاجات دي قوي، بحب اجننهم قوي، وبستغل الوقت اللي انا اللي احنا فيه يعني الحمد لله ربنا كرمنا ومدينهم على عينيهم.
يقول لك انت كسبت ضربات الجزاء. طب ما انت جايب جون فيا بضربة جزاء، انت جايب جون وسام ابو العيب ضربة جزاء، ولو كان الماتش خلص كده كنت خلاص كسبت بضربة جزاء. يعني كابتن حسين لبيب بيقول لك ايه، الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر، يتعفرطوا. استشار مرتضى منصور قال الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات، واتعمل يافطة اتجننوا. انتوا واخدين البلد دي حكر ليكوا مثلا؟ يعني البلد دي واخدينها حكر ليكوا مثلا، بتخرسوا اي حد يقول اي حاجة. يا عم انا اكبر قلعة رياضية في مصر، انا نادي القرن الحقيقي، انا النادي الوحيد اللي بعكنن عليك، بدليل ان واحد اهلاوي صاحبي قال انا اتغلب من اي حد بس ما اتغلبش من نادي الزمالك. يعني عنده اتغلب من فرقة درجة تانية بس ما اتغلبش من الزمالك، عشان انا النادي الوحيد اللي بقدر ادوس عليك، وانا في ظل المشاكل دي كلها والازمات دي كلها، وانا في ظل ما انا يعني بتهرس عشان خاطرك انت تبقى ايه، تبقى انت البعبع بتاع مصر وافريقيا. بيتداس عليا، بيتداس على النادي، ويتداس على اللي جابوا النادي، وانت محدش يقدر يعمل لك اي حاجه. ورغم كده بعكنن بيجي في وقت لازم اعكنن عليك، ولما اجي اقول لك تقول لي بتتعفرط. بتتعفرط على ايه؟ مش عارف. انت لو مش محروق عادي، عارف يا انتوا كنتوا تستحقوا، وانتوا كنتوا الاحسن، انتوا كنتوا الافضل. ده يعني الانسان يعني ايه اللي هو ايه، اللي بيفهم. لا الزمالك كان الاحسن، بتقولوا ان الزمالك كان الاحسن بس كسبتونا بضربات الجزاء. شوف يقول لك انت كنت احنا معترفين ان انتوا كنتوا افضل بس كسبتونا بضربات الجزاء. يعني ما حطيتش عليك في الملعب، ما خليتكش تعمل ضربه ركنيه طول المباراه، ما خليتكش مثلا تروح لمرمى عواد بفرص محققه. انا ما يعني انا بعد الجون بتاع حسام ابو علي ده، انا يعني كنت داخل جوه منطقه جزائك بس ما كانش فيه فرص يعني الشناوي ما طلعش واحده باليمين واحده بالشمال واحده جت في العارضه، بس كنت جوه منطقه جزائك بهدد مرماك على طول. شوطه من زيزو، شوطه من ناصر ماهر الشوط الاولاني، كونرد ده برضه شاط واحده. يعني انا يعني جوه عندك، وفي اي وقت ربنا هيكرمني وهجيب جون، وربنا كرم وجبت جون التعادل، ووصلنا لضربات الجزاء وما كانش فيه وقت اضافي وكسبت بضربات الجزاء. اكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي القرن الحقيقي. انا بص يعني نقول اللي احنا عايزينه، انما انتوا بتعملوها قصه وبتعملوها فيلم ليه؟ اقول لكم على حاجه، النهارده الجمعه الثانيه في السوبر الافريقي. اقول لكم حاجه، محمد صلاح بيمسي علينا النهارده، بيقول لنا ايه يا زملكاويه يا جمال، الف مليون مبروك على السوبر الافريقي. وبعد ما جاب الجون قام عامل لنا كده وايه والاحتفال بتاع الزملكاويه. محمد صلاح العالمي زملكاوي، محمد صلاح العالمي زملكاوي. موتوا بقى بغيظكم بقى بصوا عيطوا. فاحنا نقول اللي احنا عايزينه واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. نيجي لاخر حاجه بقى، الصفقه الانجليزيه اللي الكل اتكلم عليها، ايجاريه، اللي جوزيه جوميز متمسك بيها بشكل كبير جدا، يعني وان اللاعب بقاله فتره بس سنتين ما بيشاركش، وفي كلام كتير جدا ان هو يعني بدنيا واقع ومش عارف ايه. ففي تصادم هيحصل ما بين جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك والاداره بسبب اللاعب ده. ربنا يسهل بقى ونشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. في النهايه عايز اقول الف مليون مبروك تاني في الجمعه التانيه على السوبر الافريقي امام النادي الاهلي الغريم التقليدي، واحلى هديه مني للاهلاويه. السلام عليكم.